الو، اهلا وسهلا بكم كلكم جميعا. النهارده انا جاي عشان بعد ما خلصت الشغل اتصلت باخواتي وقلت لهم انتوا عاملين ايه. طبعا هم قالوا لي ان انا ان هم كويسين، بس بابي تعبان شويه. فقلت اوكي ماشي يا جماعه، لازم دلوقتي اروح له يا جماعه واروح ازور بابي في البيت. اوكي يا جماعه، ليتس جو. ไปบ้านก่อนใช่ไม่ได้ไปบ้านมาที่นี่จริงๆแล้วก็นอนที่นี่ไม่ได้นอน اوكي يا جماعة، دلوقتي انا اتكلمت انا مع بابي مع بعض هنا، ويعني قال ان هو يعني بدأ يعني تحسن شوية، وبدأ يعني هو كويس. ولقيت اخواتي طبعا يا جماعة. يعني انا كنت عايز اشوفهم يا جماعة، عشان يعني ما شفتهمش بقالي كتير اما رحت اخر مرة. فقلت ازور بابي واشوف كمان اخواتي ومامي كمان. اوكي يا جماعة، وبعد كده عملت الحاجات دي. تعالوا تابعوني في الحتة دي يا جماعة. بص الحاجات اللي انا خدتها من البيت. يعني انا ما جيتش انا بفري يا جماعة. جيت ازورتهم وخدت حاجات معايا كمان، بس كل الحاجات دي يا جماعة مامي هي اللي مديهاني. ف وبعض الحاجات انا خدتها كمان من غير ما هي تعرف. بضحك معاكم، كل حاجة هي عارفة انا واخد ايه. اوكي يا جماعة، تعالوا بقى انا اوريكم بقى انا خدت ايه. بس الاول ارجع البيت يعني. يعني ارجع الشقة بتاعتي انا. و اوكي، تعالوا بقى تابعوني. ليتس جو. 3 hours later. اوكي يا جماعة، دلوقتي انا وصلت البيت، بس طبعا يعني تعبان قوي، عشان يعني المكان كان بعيد يعني. وانا رحت عند مامي عشان انتوا زي ما انتوا شفتوا. يعني انا اول لما بعد الشغل انا يعني رحت عند بابي على طول، عشان اخواتي قالوا لي ان هو تعبان. فيعني رحت له على طول وكلمته، وكنت عمال انا قاعد باكل وكده. وبعد ما خلصت خدت حاجات طبعا من البيت، عشان يعني رحت خدت حاجات عشان ادخلها في الشقة عندي انا هنا. وطبعا لسه راجع دلوقتي، الساعة حوالي 9، يعني 9 بالليل، 9:30 بالليل. فيعني مش قادر خالص، عشان انا يعني بعد الشغل رحت عند بابي على طول. فتعبان قوي وعايز يعني اخد بريك. ف هصور لكم بكره، ممكن انا هفتح لكم بقى هقول لكم بقى ان انا جبت ايه، خدت ايه بقى من مامي. واوريكم بقى انا ان انا هفتح لكم بقى الكيس بقى، واوريكم انا جبت ايه معايا. وفي نفس الوقت كمان هعمل لكم بكره اكله. يعني خلي نينج هي تعمل اكله تانية، ويعني نعملها اكل يعني في الصبح كده وناكل مع بعض. اوكي يا جماعه، تابعوني، ليتس جو. بس دلوقتي هنعمل الاول. اوكي، اهلا وسهلا. دلوقتي انا صحيت طبعا الصبح أوي. ما عنديش قوة خالص، بس لازم النهاردة اعمل حاجات كتير قوي يا جماعة. اول حاجة هفتح بقى دلوقتي هفتح الكياس واشوف بقى مامي كانت بتدياني ايه. بس طبعا اول حاجة امبارح اللي انا شلتها هي اللحوم. مامي ادتني لحوم كتيرة قوي، ادتني لحمة يعني لحمة مفرومة، لحمة اللي هي يعني قطعتها لي حتت 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 كده، وكفتة. عملت لي لحمة بالكفتة، يعني عملت لي حاجات كتير قوي يا جماعة. انا هوريها لكم دلوقتي، وبعد ما نخلص هعمل أكلة، هخلي نينجا هي اللي تعمل لي الأكلة. وبعد كده نقفل الكليب بقى يا جماعة. اوكي، ليتس جو. اوكي يا جماعة، دلوقتي تعالى نفتح الكيس ونشوف فيه ايه. يلا. اول حاجة اللي انا طلعتها هي ده في زيت، في مكروني باستا. ده مكرونة. وفي ده يا جماعة، انت تعرفوا ده ايه؟ لو اللي عايز يعرف يشوف كليب بتاع مامي، كليب مامي عاملة عن ده. اوكي، تعال نشوف الحاجة التانية. امم بوتيتو، بطاطس. بطاطس، في بطاطس كتيرة. ايوه، وده يا جماعة مونوكسيديو. طبعا انتوا عارفين ده ايه، بعض الناس تعرف ده ايه وبعض الناس ده ما تعرفش ده ايه. ده دواء يا جماعه للشعر. ده دواء للشعر. انا طبعا عشان بعمل اسمه ايه، بعمل يعني بسرح شعري وبحط عليه سبراي كل يوم عشان الشغل بتاعي. ف يعني الشعر بتاعي ضعف، فده هو ده اللي بيقوي الشعر يا جماعه. اوكي،
وفي تونه. التونه دي جايه من اسلام يا جماعه. شكرا يا اسلام. دي التونه. ليت زيرو فلات. هو عارف ان انا بعمل ريجيم. اوكي. مش تقيله قوي يا جماعه، استنى. مش تقيله قوي. اخر حاجه يا جماعه هي الرز. اوكي اهو ده اهو. دي الرز يا جماعه. جميل. وفي دواء حمض الفوليك، فوليك اسيد يعني. ده حلو للدم يا جماعه، حلو الدم قوي، بينمي الشعر والجسم، ويعني كل حاجه اللي هي يعني بينمي الدم، يعني الدم بيخلي الدم حلو. مش عارف انا بقول كده مظبوط ولا لا. ياه. ومليانه من انواع المناجيل دي. ومليانه من الشيء ده يا جماعه. اللي عايز يعرف يروح يشوف عند الكليب بتاع مامي. اوكي. بصوا يا جماعه، دي اللحوم والفراخ اللي انا حطيتها في الفريزر. طبعا انا ما قدرتش يعني الفريزر يعني كله اتملى خلاص. بص اتملى كله باللحوم. بص وفي كفته كمان اهي، شايفينها؟ كفته كمان. اوكي يا جماعه، النهارده بقى انا هعمل منيو اكل مع نينج، وتعالوا نشوف بقى هيطلع ايه. اوكي. اوكي دلوقتي يا جماعه احنا هنعمل الاكله. طبعا احنا مصحيين الصبح، طبعا زي ما انا شفتكم الدنيا كانت مبهدله قوي، بس المهم ووريتكم طبعا الحاجات اللي انا جبتها من بيت مامي. واما انا رحت زرت بابي يعني جبت حاجات معايا ووريتها لكم. دلوقتي احنا هنعمل الاكله، وهنشوف بقى دلوقتي احنا هنعمل اكله ايه. اوكي. طبعا هناخد اللحمه اللي مامي مديها لنا، نحطها هنا على طول. سايبين شبه. 不要ใส่กระเทียมก่อน اوكي. نين قالت لي احط اسمها ايه؟ نحط الثوم الاول. نحط الثوم. لازم نحط الثوم يعني كتير شويه عشان انا بحب الثوم. اوكي. عيني بقى. النهارده انا اللي هعملها يا جماعه، عشان انا خليت نينجي تعمل الاكل كتير قوي. المره انا اللي هعمل. ثانيه باللبن. بعد كده نحط البصل، بس انا عايز احط اكتر من كده. نينجي هنا، فانا لازم اقشر البصل يا جماعه. نسينا نقشر البصل. اهو. ما عنديش اي تكنيكات خالص يا جماعه ان انا اعمل الرز، اعمل الاكل يعني، عشان انا يعني اما كنت في بيت مامي ما كنتش بعمل اكل. كنت قليل قوي ان انا بعمل الاكل. كنت بعمل مكرونه حاجه زي كده، لكن الاكل التايلاندي زي اللي انا بعمله ده كده طبعا يعني يعني مش ماهر فيها يا جماعه. اهو خلاص قشرت البصل. لازم اجيب طبق تاني عشان احط فيه البصل. هاخد نصها كفايه عشان انا اخدت كتير قوي منها. هاخد نصها. نين قالت لي ليه ما بتستخدمش اللي هم بيقطع فيها اللحمه. مظبوط، شفت؟ قلت لكم انا نسيت. كده حطيت البصل نصها يا جماعه، مش نصها، هي ربعها كمان عشان كتير قوي.
تكون اكتر من اللازم. اوكي. نعلي البوتاجاز شويه تكون نص. اوكي. بعد كده هنحط الصوص يا جماعه، وزي ما انتم شايفين الصوص الاتنين دول زي بعض. ده صوص اسمه صوص اسمه ايه؟ الوزن صافي. حتى بص هنا جايبين الوزن صافي هنا في باسم في مصر عرب كمان. بس هنا في تايلاند بالمصري بيسموه ايه؟ استنى. اويستر صوص. اويستر هنا بيسموه بالمصري اويستر صوص اهو، شايفين؟ في بالعربي كمان اهو، بس كاتبين بالعربي هنا اويستر صوص. اوكي يا جماعه، دلوقتي انا هجرب الاويستر صوص. ใส่เนื้อเลยไหม تحطها فيใส่เนื้อก่อน. لازم نحط اللحمه الاول يا جماعه اهو، وبعد كده بعد ما نحط اللحمه نفضل نقلب كده. ان ده في العرب، بما ان انتوا تقدروا تستخدموا التكنيك ده يا جماعه اهو. نحط الاوستر صوص، اما تلاقوا اللحمه خلاص قربت يعني تستوي خلاص، نحط الاوستر صوص على طول يعني. كده حطيت الاوستر صوص خلاص، نقلب بقى في اللحمه. بص اللي هي النوع اللي هي يعني بتكون مفتفته كده اهو، زي كده. نحط عليها، لو انت عندكم مرقه احلى من كده تحط، ينفع كله اهو. حطيت المرقه، نيجي هتقلب. وطبعا يا جماعه الاكل التايلاندي محتاج على طول هو السكر، لازم يكون فيه اهو سكر كده، بس معلقه سكر بس. واللي بيحب الشطه يحط فلفل شويه، لكن اللي ما بيحبش ما يحطش فلفل. انا هنا عندي بص فلفل، نحط الفلفل. هقشره الاول يا جماعه. قشرت الفلفل اهو، هي واحده كفايه عشان بيكون شطه. وقعت. على حسب، لو اللي بيحب واحده يحط واحده، لكن انا بحب متوسط. لو متوسط تحط 2 3 كمان من الفلفل. زي ما قلت لكم انا مش ماهر قوي في الاكل، مش ماهر قوي في بعمل الاكل، بس يعني انا بعمل الاكل التكنيك بتاع تايلاند، اللي هي البيزك قوي يا جماعه، اللي هي العاديه. نسيت اقول لكم ده الصويا صوص. ايوه مظبوط، صويا صوص اهو، شايفين؟ اهو مكتوب هنا اهو صويا صوص. مش عارف هتقدروا تشوفوها ولا لا. دي بقى كده اخر حاجه خلاص يا جماعه. نبدا بقى نقلب في اللحمه لحد ما اللحمه بقى تستوي، وبعد كده ناكل على طول. مش هدوق اللحمه، ادوق الصوص بتاعها يا جماعه ان هو حلو ولا لا. جميل، حلو قوي. اوكي يا جماعه، طبعا ده كده خلصنا المنيو اهو، زي ما انتم شايفين شكله حلو قوي. بيسموه ده بالتايلاندي اسمه باد صوص น้ำมันหอย เนื้อده بمعنى لحمه.
طلع الشكل ده هو الاكل البيزك بتاع تايلاند. لو مثلا في بيتك ما عندكش مكونات كتيره، عندك بس غير الصوص اللي انا وريتهولكوا، تقدروا تعملوه مع اللحمه ولا مع الفرخه وتقلبوه، يعني تحمروه كده ويطلع الشكل ده. طعمه حلو قوي يا جماعه. اوكي، اللي علمني الطريقه دي يا جماعه هو ماكس طبعا، هو اللي علمني الطريقه دي ان انا اقدر اعمل البات صوت هوي นื้อاللي هو عملها قبل كده، وانا خدت منه الطريقه. هو قال لي دي اسهل طريقه تقدر تعملها، عشان في بعض الناس بيعملوها بطريقه اصعب من كده يا جماعه، هو على حسب. بس دي اسهل طريقه وطعمها يعني معقول، طعمها حلو. اللي بيحب الحاجات اللي هي السهله، اللي بيحب يعمل الطعام السهل والحاجات دي، يجرب يعملها يا جماعه، طعمه حلو قوي. اوكي يا جماعه، وطبعا خلصت حلقتنا النهارده. لو بتحبوا الكليب ده ما تنسوش تعملوا لايك، تعملوا شير اند سبسكرايب النهارده. الى اللقاء، باي باي، مع السلامه.